السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض هالبطاطا المميزة هذه، بطاطا كريسبي مقرمشة تحفة. يعني بنصحكم كلكم تجربوها. لما بدي أغمسها بهالصوص ولا أروع من هيك. تابعوني بالفيديو، خلينا نشتغلها بكل سهولة وبساطة. نبدأ بسم الله. أول إشي بدي أقطع البطاطا أصابع عريضة بالشكل هذا، ما تكونش رفيعة، وهذا مهم. بدي أسلقها، أضيف عليها مية مغلية وأسلقها مدة 5 دقايق بس. بعدين أحطها بمصفاية وأصفيها. الخليط عبارة عن كوبين طحين، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة كاري، وهذا اختياري حسب رغبتكم. بدي أخلطهم مع بعض كتير منيح، وبدي أقسم الخليط من النص. نص حضيف عليه كوبين من المية وأخلطه كتير منيح. تمام هيك. الآن بدي أجيب قطع البطاطا الأصابع وأغمسها بالخليط اللي فيه المية، وبعدين أخلطها بالخليط الناشف، وبدي أقليها. بدها تكون الحرارة وسط عشان تستوي تمام، يعني ما تعليش الحرارة كتير تحتيها. وهيك بتكوني عملتي أطيب بطاطا كريسبي. جربوها. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.